كرياتين طبيعي، أقوى كرياتين بمكونين 2 فقط، هيرطب الشعر الخشن المجعد وكمان هيخلي الشعر حرير أحسن مليون مرة من الاستشوار يا بنات. فرد الشعر وكمان ترطيب الشعر الخشن، هيديكي لمعان للشعر، هيقلل جدا من تساقط الشعر وكمان هيزود من نموه، هيقوي الجذور ويعالج القشرة نهائيا. الوصفة فظيعة يا بنات بجد، رهيبة جدا. يلا قبل ما نبدأ لايك للفيديو واشتراك في القناة ويلا بينا. المكون الأول اللي معانا وهو النشا. النشا يا بنات ممتازة جدا في فرد الشعر، بتنعم الشعر كمان بتدي لمعة للشعر رهيبة جدا. فيها بقى نسبة بروتين عالية يا بنات، بتساعد في فرد الشعر بدون اي اضرار تماما وبطريقة طبيعية ومش مكلفة نهائي. هنبدأ نجيب النشا وهبدأ اخد من النشا ده حوالي 3 معالق صغيرين، وطبعا هنزود الكمية على حسب كثافة وطول الشعر. هبدأ اخدهم حاجة صغيرة كده نحطها على النار. هبدأ اضيف كل الكمية اللي موجودة عندي، وهنبدأ بقى نضيف المكون التاني اللي معايا وهو الخميرة. الخميرة يا بنات ممتازة ممتازة في فرد الشعر، جربناها كتير واخدنا منها نتيجة خرافة، بس اهم حاجة التركات اللي ينفع نستخدم فيها الخميرة وناخد منها النتيجة الممتازة. هنا جبت خميرة فورية اللي هي الحبوب اللي بالشكل اللي انتوا شايفينها، وهبدأ اخد منها معيار معلقة لمعلقتين 2 صغيرين، وهنبدأ نضيفهم على النشا، وهبدأ اقلب المكونات الجافة كويس جدا الاول مع بعض. بعد ما بقلبهم كويس ببدأ اجيب مية معدنية او مية من الفلتر، وهبدأ اضيف نص كوباية صغيرة على الخليط ده، وهنروح نقلب على النار كويس جدا لحد ما يكون القوام بالشكل ده. لو القوام تقل معاكي يبقى النتيجة مش مظبوطة ومش هتاخدي احسن حاجة. بالنسبة لي اول تركاية مهمة لازم نعملها، هسيبها تبرد بقى يا بنات تماما لحد ما تبرد خالص، وهنفضل نقلبها شويه كده لحد ما تبرد من السخونيه اللي فيها، وهنضيف عليها المكون اللي معانا وهو زيت الزيتون. زيت الزيتون ممتاز جدا لترطيب الشعر، لتغذية الشعر، كمان بيقلل الهيشان بطريقة فظيعة، بيدي لمعة وحيوية للشعر فظيعة جدا. هنبدأ ناخد من زيت الزيتون معلقة صغيرة وهنضيفها على المكونات اللي احنا حطيناها. هنا بقى هنبدأ نضيف المكون الفظيع والرهيب وهو زيت الخروع يا بنات، ممتاز لتقليل التساقط، بيكثف الشعر جدا، بيحفز نمو الشعر بطريقة رهيبة، بيملأ الفراغات بطريقة مستفزة بجد، رهيب رهيب يا بنات. ده غير بقى النعومة الخطيرة اللي هيدهنا مع الوصفة. هنبدأ ناخد منه برضو معيار معلقة، هنقلب بقى مكوناتنا كلها ونخلطها ونمزجها كويس جدا لحد ما تلاقوا ان الوصفة شربت الزيوت خالص وبقت كلها ممتزجة مع بعض. هنا بقى التركاية، هنستخدم الوصفة دي ازاي؟ هقسم شعري كله خصل خصل، وهبدأ اخد من الوصفة واحط على كل خصلة من الجذور للأطراف. هبدأ ألم شعري كله وألفه لمدة ساعة كاملة وهنغسله. الساعة اغسلي شعرك وشوفي جماله وحيويته ونعومته وفرده بطريقة رهيبة ازاي. الوصفة بتتكرر مرتين 2 في الأسبوع وإن شاء الله هتعجبكم النتيجة. بس كده حلوين، وصفة النهاردة خلصت، بتمنى تكون الوصفة عجبتكم. لو عجبتكم لايك للفيديو واشتراك في القناة، وما تنسوش تعليقاتكم يا بنات اللي بجد بتحفزني وبتفرحني. ومع السلامة.